مساء الفل، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل بقى حاجة تنفع في العزومات، في المناسبات، في الاحتفالات، حاجة كده قيمة وشكلها حلو قوي ومش هتاخد معانا وقت خالص. هقول لكم على طريقة تخليها، بصوا، دايبة دايبة ومن غير شواية ومن غير وقت طويل ومن غير كل الكلام المتعب دوت. دي فخدة ضاني، مش كبيرة صغيرة، ده الجزء اللي من تحت اللي هو زي الدبوس كده. ممكن تستبدليه بورك رومي، بأي حاجة. هنحط التوابل بتاعتنا ودي الأساس: فلفل أسود، جنزبيل باودر، توم باودر، بصل باودر، بهارات لحمة، ملح، قرفة، جوز الطيب. ده كله هنحطه مع بعض. هنحط كمان روزماري، وهنحط صويا صوص، وهنحط دبس رمان، وهنحط ايه تاني، صوص باربيكيو عشان طعم الشوي. كل الحاجات دي على بعض وتقلبيهم كويس عشان هم دول بقى الأساس. طبعا الفخدة دي منقوعة في محلول ملح، حط عليه ملح وخل وليمون. هي مش كبيرة قوي في السن، فدي تفرق برضو وقت التسوية والتتبيل حسب النوع او حسب سن اللحمة اللي انت بتستخدميها. طبعا دي كانت مش كبيرة قوي، يعني مش كبيرة في السن، فما خدتش معايا وقت كتير. وطبعا الخل بيفتت الأنسجة. انتي تعمليها قبليها بيوم وتبيت ليلة في المحلول الملح دوت. بعد كده بنتصفيها كويس وتحطي عليها التتبيلة دي، وطبعا عاملة فيها فتحات عشان تدخل جوه الأنسجة التتبيلة بتاعتنا وتشرب منها كويس. وبرضو بالتتبيلة لازم تبيت مش أقل من 24 ساعة كاملين. هنعملها في كيس حراري، مش هناخد بقى ولا ريحة ولا شوي ولا كل الكلام دوت. وطبعا انت ما تشيليش كل الدهون اللي عليها، لان هي دي يعني هي مش كتير قوي، بس هي دي اللي هتدينا طعم. تحطي في الكيس الحراري وتقفليه، وما تنسيش تعملي فتحه فيه عشان ما يتنفخش قوي من السوائل اللي جواه. حطيناها في الفرن نص ساعه على نار مرتفعه، بعد كده خليناها نار متوسطه. هنبتدي نحضر بقى الرز بتاعنا اللي بالخلطه. نحط قرفه، خشب، لومي، قرنفل، بس تبقى عدى القرنفل عشان تشيليه، بهارات لحمه، كاري، ملح، مكعب مرقه دجاج. كل الحاجات دي انت بتحطيها الاول في السمنه لغايه لما تطلع الريحه العطريه بتاعتها، وبعد كده تحطي عليها الرز. هتبتدي بقى تظبطي ملحك، وتكوني مسخنه ميه او غاليه ميه، وتحطيها عليها وتسيبيها بقى اول ما تغلي توطي عليها لغايه لما تتشرب وتبقى تحفه. طبعا في الوقت دوت انا ابتديت اعمل الرز بعد النص ساعه الاولى من اللحمه، وابتديت اهدي النار شويه عليها. طلعت وبقت زي الفل، مفيش اي ريحة، مفيش اي حاجة خدت مننا وقت، كله سهل جدا جدا. والرز طالع مفلفل وطعمه تحفة. ومن غير، بصوا، وهي مشوية كأنها مشوية على الفحم، بس طبعا هي مشوية جوه الكيس وما خدتش معانا وقت خالص. جربيها وما تنسيش تقولي لي رأيك ايه، وما تنسوش تعملوا لايك. وألف هنا وشفا عليكم يا رب لما تجربوها. سلام.